مساء الأنوار يا ناس الخير، مرحبا بكم عندي كالعادة. بعد ما وعدتكم قلت لكم ندير لكم مملحة إن شاء الله لشهر رمضان المبارك يدخل علينا بالصحة والخير إن شاء الله. كاين ثاني ناس اللي راهم يصوموا شهر شعبان، إن شاء الله يتقبل منا ومنكم، آمين يا رب العالمين. عندي لاباط فايتي كما قلت لكم أنا نحضرها في البيت يعني بيديا، نحضر ديما كمية يعني جهد الشهر ونزيد شوية. عندي لاباط فايتي وعندي واش نحتاج قبل لاباط فايتي يعني هي المكون الرئيسيه. عندي هنايا في المقله درت حبه بصل كبيره قطعتها، ودرت 3 حبات تاع الباصل باش يعطيني واحد البنه، يعني الحشوه تقعد اختياريه. وعندي كميه من البولي اشي، وعندي المعدنوس لازم تكون عندكم ربطه، وعندي الزعتره ما نستغناش عليها انا في الاكل كاع، تعطي لي بنه هايله وريحه زاكيه. وعندي راس الحانوت والملح والزيت، وحاجه باينه الجبن يقعد اختياري، تحبوا هذا تاع الطرف ولا تحبوا الجبن المبشور، يعني لكم الاختيار. نبداو في الاول مع الحشوه، من بعد نعاود نرجع لكم. كما قلت لكم قطعت الباصول مع البصل خلطت، ندير كميه تاع الزيت باش يتقلى مليح البصل تاعي. وقلت لكم الحشو يقعد اختياري، تقدروا تزيدوا معها السلق، الجزر مبشور يعني زروديه مرحيه، لا كورجيت مرحي، البطاطا مرحيه، يعني لكم الاختيار في الحشوه ديالكم. انا راني نصوم شهر شعبان ان شاء الله ربي يوفقني باش ثاني نعود روحي على الصيام. درت الشريبه تاعي صافي، قلت نشارك معكم الفطور تاعي لنهار اليوم. درت الشربه طيبته، دوك ندير لي سوفلي بلا بات فيتي، ونوري لكم دوزيام بلاك كيف. نخليو البصل المهم يتقلى مليح، من بعد نزيدو الملح وراس الحانوت كالعاده موالفين، نخليو ديما البصل يتقلى مليح بالزيت، من بعد نزيدو الملح وراس ولي زيبيس باش ما يتلقناش الماء هذاك. من بعد نعاود نرجع لكم. شوفوا البنات، بعد ما دبل البصل مع الباصون مليح ندير له البولي اشي ولا دنداشي اللي متوفر عندكم كميه مليحه. دوك نقول لكم انا علاش درت الكميه بزاف هكذا. ونبدا نكه في الحشوه تاعي، ندير الملح عندكم ميزانكم في الملح، باش ديروا في بالكم تزيدوا الفرماج. وعندي مغرفه كبيره هكذا راس الحانوت ولا لي زيبيس اللي تحبوهم ديروهم. وعندي الزعتره اللي قلت لكم ما نستغناش عليها انا في الماكله. نخليه دوك يطيب مليح اللحم مع الدجاج مع البصل هكذا يتقلى مليح. من بعد نزيد له في الاخر الربطه تاع المعدنوس اللي كنت قطعتها صغيره ونطفي عليه هكذا. هذا الحشو اني نقسمو انا اون دو، نقسمو على زوج. نص ندير به لي سوفلي تاعي، والنص الاخر ندير به بلا تاع البطاطا في الكوشه. المهم تبعوا معايا حتى تشوفوا الوصفات. انا رجعت لكم البنات بعد ما حليت لاباط فايتي، ما حبيتش نطول لكم في الفيديو، عادي تجبدوا المرسو تاع لاباط فايتي تاعكم تفتحوه، ديروا شويه فارينه في طاوله العمل وتفتحوه، ما تفتحوش رقيق بزاف وماشي خشين. والحشو راهي واجده، وعندي الجبن، عندي هذا المول نقطع به، يعني لكم الاختيار. انا رايحه نديرهم كشغل لي سوفلي. من بعد عاودوا خدموا العجينه تاعكم، العجينه تاعكم جامي تعركوها كشغل تعجنوا، ديما طويوها هكذا، طويوها هكذا وخليوها تريح ما بيد ما توجدوا هذا باش تعاود تطلق لكم شويه. نجيب هادو المهم عندكم ميزانكم في الحشو باش تكفيكم كاع
يعني كميه اللي حبيتوها. شوفوا البنات انا كملت كاع الكميه تاع لاباط فويتي. ها هي دوك في الطياب ديما لاباط فويتي تحطوها هكذا كي توجدوا لي مونشو ولا لي سوفلي ولا حتى لي كيش، ديما تحطوهم في الثلاجه كي تكملوا كاع هكا تخدموهم تحطوهم في الثلاجه يبردوا، وكي تجيو طيبوا تكونوا شعلتوا الكوشه تاعكم سخنت مليح مليح، من بعد تخرجوهم من الفرن عفوا من الثلاجه ديريكتومون للكوشه، يعني بارد في سخون باش يعطيو على هذيك يتنفخوا ويعطيو ديك لا فورم هكذا منفخه، يعني الله يبارك. وفي البيض كيف البيض انايا دوكا نحطهم في الثلاجه مانيش رايحه ندير لهم صفار البيض، بعد كي قريب الحال يعني نص ساعه ولا على حسب يعني عندكم ميزانكم في الكوشه تاعكم، نتوما تعرفوا الكوشه تاعكم كيفاش تطيب والسرعه تاعها. انا المهم كي قريب الحال دوك نحطهم في الثلاجه، كي قريب الحال ندير صفار بيض مع شويه حليب ندهنهم بالبنسو من الفوق، حبيتو تزيدوا لهم سانوج ولا جلجله يعني لكم الاختيار، ومن بعد دخلوهم للفرن كيما قلت لكم يقعدوا في الثلاجه وتكونوا شعلتوا الكوشه تاعكم كي قريب الحال في تخرجوهم من الثلاجه ديريكتومون للكوشه. هكذا البنات متفاهمين في هذه النقطه. نكملوا دوكا الوصفه الثانيه غراتا تاع البطاطا، تبعوا معايا. انا رجعت لكم البنات بعد ما قلت لكم كملت لي سوفلي تاوعي، قليت البطاطا كما قلت لكم قليت البطاطا ونص الكميه تاع الحشوه اللي كنت طيبتها معاكم درتها هكذا في ليمول صغار. واش درت فرشت البطاطا من تحت الكوش الاولاني، من بعد زدت الحشوه هذيك تاع البصل والبولياشي وزدت الجبن من الفوق نفس البلا هذا كيف والبطاطا اللي قعدت لي نزيدها من الفوق نغطي كاع الفرماج والحشوه هذيك. واني درت لاصوص بيشاميل طيب، يعني لا بيشاميل تعرفوا عودتكم كيفاش نخدمها، نص ريتله حليب، حبه بيض، 3 ملاعق كبار مايزينا، الملح، شويه لي زيتيس وملعقه كبيره ولا متوسطه تاع الزبده، ديري كلش البارد في البارد، من بعد تحطيها فوق النار وتقعدي تخلطي فيها بالفوح حتى توجد لا بيشاميل تاعكم. من بعد نفرغها من الفوق فوق كاع المكونات هادو، ونشعل الكوشه تاعي من الفوق نخليها تاخذ ديك التحميره على الذهبي، يعني بلا ما فيه والو. قلت لكم الحشوه اللي كنت طيبتها في الاول اللي درتها في لي سوفلي قسمتها على زوج، نص درتها لي سوفلي ونص قلت ندير بها البلا. يعني هذا هو الفطور لنهار اليوم، ان شاء الله يكون صيامنا في الجنه كاع المؤمنين ان شاء الله، ان شاء الله يتقبل ربي منا ومن الجميع ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نكونوا من المؤمنين، نكونوا من اهل الجنه يا ربي، تقبل دعواتنا تقبل استغفارنا توباتنا اللهم امين. هذه هي لا بيشاميل تاعي ما قعدش بزاف توجد. اني كملت البنات فرغت لا بيشاميل فوق على الكغاطا تاعي هكذا في ليمون، حبيتو ديروهم حجم كبير ديروا يعني لكم الاختيار. هكذا دوك نشعل الكوشه تاعي غير من الفوق تاخذ لي هذيك التحميره اللي نحبوها كاع عليك الذهبيه فوق لا بيشاميل، من بعد نوري لكم الاطباق تاعي كلها على طاوله التقديم. انا رجعت لكم البنات بعد ما وجدوا لي مونشو تاوعي ولا عفوا لي سوفلي، شوفوا الله يبارك كيش خرجت لاباط فيتي مورقه الله يبارك. وجدت انا فطوري وهي الكغاتان تاع البطاطا اللي كنت خدمتها معاكم، دوك نقسمها باش تشوفوها من الداخل. والشريبه تاعي ثاني راهي واجده، هاهي الكراتان شوفوا من الداخل كيفاش خرجت الفرماج وديك الحشوه كيف يعني طبقات. نقول لكم شهيتكم في الجنه وصحه صيامكم وصحه فطوركم، وان شاء الله ربي يتقبل منا الصيام.
نقول لكم تهلاو في روحكم وتهلاو في والديكم. خليكم في امان الله. سلام.